منطقة المحظورة 51 هي مصطلح يطلق على منطقة في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر هذه المنطقة محظورة وغير متاحة للجمهور، وتحظى بشهرة كبيرة في الأساطير والنظريات المؤامرة. تاريخياً، تم استخدام المنطقة المحظورة 51 كموقع لتجارب واختبارات سرية للقوات الجوية الأمريكية، وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا والطائرات العسكرية المتقدمة. تعتبر المنطقة منطقة سرية بشكل كبير، ولم تكن معلومات عنها متاحة للعامة. نظريات المؤامرة تدور حول المنطقة المحظورة 58، وتشمل الاعتقاد بأنها تحتوي على أدلة على وجود حياة فضائية أو تكنولوجيا متقدمة قد تكون مخفية هناك. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه النظريات. تجدر الإشارة إلى أن دخول المنطقة المحظورة 51 دون إذن رسمي يعتبر انتهاكاً للقانون، ويمكن أن يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية الجادة. تاريخياً، تم استخدام المنطقة المحظورة 51 كموقع لتجارب واختبارات سرية للقوات الجوية الأمريكية، وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا والطائرات العسكرية المتقدمة. تم اختيار هذه المنطقة بسبب بعدها عن المدن الكبرى، ونائية بما يكفي لتوفير أمان وسرية للتجارب. تعتبر المنطقة المحظورة 51 منطقة سرية بشكل كبير، ولم تكن معلومات عنها متاحة للعامة. تم تطوير تكنولوجيا جديدة وتجربتها في هذه المنطقة، بما في ذلك الطائرات الاستطلاعية والطائرات بدون طيار والأسلحة المتقدمة. ومع ذلك، لا يوجد تفاصيل محددة حول الأنشطة الدقيقة التي تجرى في المنطقة المحظورة 58، حيث تبقى هذه المعلومات سرية ومحمية بشدة، وتنفذ بموجب الأمن القومي للولايات المتحدة. يجدر الإشارة إلى أن دخول المنطقة المحظورة 58 دون إذن رسمي يعتبر انتهاكاً للقانون، ويمكن أن يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية الجادة.